السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أول مشكلة معانا بتقول السلام عليكم، أنا في رابعة جامعة وعندي أخويا الصغير داخل تالتة ثانوي. إن هو بيحكي لي كل حاجة يعني وإحنا أصحاب وكده، فقال لي إنه بيحب بنت وبيكلمها وخرجوا مع بعض وحوارات كتيرة وكده، ومش عارفة إيه، وعشان ده سر وكده فأنا ما قلتش لأمي وأبويا أكيد، بس يعني ارتباط وكده غير إنه حرام، دي حاجة مش مقبولة في عيلتنا نهائي، ولا أولاد ولا بنات. وأنا حاولت أنصحه وأقول له حرام وبرضه عيب، وأنت عندك أنا أختك ما تقبلهاش عليا ومش عارفة إيه. قال لي إنه بيحبها ولما يدخل الجامعة هيكون مجمع فلوس كويسة ويتقدم لها، لأن أبويا أصلا بيخليه يشتغل من تالتة إعدادي وكده عشان يعتمد على نفسه، فبيقدر يصرف على نفسه إلى حد ما. بصراحة مش عارفة أتصرف إزاي، عايز أكون قريبة منه ويطمن لي، في نفس الوقت آخد موقف حازم أعرفه إنه ما ينفعش يكلم بنات الناس من ورا اهلهم ولا يخرج معاهم. وانا مره بصراحه استاذنته اشوف الشات بتاعه معاها وكده عشان اطمن انهم مش بيقولوا اي حاجه تتعدى الحدود، لحد ما لما اشوف حل يعني. بس جيت في دماغي ودخلت على البحث وكده في جوجل ولقيته بيبحث عن حاجات مش تمام نهائي وبحيه. اعمل ايه؟ انا مصدومه والله، ما توقعتش. يعني هو محترم وحافظ قرآن وبيصلي كل الصلوات في المسجد وبار جدا بوالدي ووالدتي وبيشتغل ويذاكر معظم الوقت، اتصرف ازاي؟ هو مبدئيا الغلط غلط والحرام حرام حتى لو كل الناس عملته. فانت اول حل تستخدميه معاه تبداي معاه بالحسنى، فاهمين ان الكلام ده غلط، وان انت زي ما انت قلت كده يعني الكلام ده غلط وما يرضيش ربنا. وحاولي معاه يعني ما تيأسيش، حاولي معاه مره والتانيه والتالته وكده. تمام. وبرضه في نقطه لازم اوضحها لك، على قد ما تقدري ما تحاوليش تدوري وراه، يعني مثلا ما تدوريش في السيرش بتاعه والكلام من دوت. انا مش بقول ان انت بتعملي كده يعني، بس انت قلت عملتيه بالصدفه، بس دي نصيحة بلاش. هو شاب يعني مهما كان، يعني مش هنقدر نقول ان هو شاب. فالفترة دي كلها مهما كان الانسان، المغريات ياما وحضرتك فاهمة والناس كتير طبعا فاهمة، الزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن والمغريات ياما. فهو شاب يعني، فانت طول ما هتدوري وراه اللي هتلاقيه هيتعبك انت وهتخليكي تنفري من اخوكي وهتخليكي مش متقبله اخوك ازاي. وده فعلا حصل يعني، انت قلتي الكلام دوت وصفتيه في حالتك ان انت الموضوع هزك نفسيا، يعني انت مش متوقعه ومش متخيله ان اخوك يعمل كده. بس انا عايز اوصلك دوت عادي يا جماعه. الشجره او الزرعه اللي طول ما هي مسقيه كويس والارض اللي مزروعه فيها ارض قويه وارض صالحه واترعت كويس، مهما مالت مع الريح هترجع تاني. فاللي بيحصل ده من اخوك ده مؤقتا، مفيش مشاكل، ما فيش يعني. ما تقوليش مثلا ان اخويا مثلا يفضل كده على طول، لا، انت تدعي له بالهدايه وكده. انت ممكن دلوقتي ما يعني في حل، انت ما ينفعش تقولي لوالدك ما تصعديش الموضوع لابوكي، عشان خاطر يعني ممكن الاب يبقى قاسي شويه وهيبقى مثلا رد فعل هيبقى عنيف. فانت ممكن تلجئي لمامتك تقولي لها يا ماما، تحكي لها القصه وتفهميها، وهي مامتك ممكن ايه تتدخل معاكي بحيث يبقى انتوا ايه اتنين صوتين عليه. تمام. وزي ما قلت لك الموضوع عايز سياسه، ان هو شاب يعني مش صغير، مش هينفع. وزي ما احنا بنقول ممنوع مرغوب. فانت على قد ما تقدر يعني دخلها لهم الموضوع ان الموضوع ده شرعا ما ينفعش وكده، وزي ما انت بتعملي استمر على النمط دوت، بس ما تيأسيش. تمام. يعني مش عايز اليأس يوصل لك. كده كده هو في الاول في الاخر اخوك، وكده كده هو يعني ده طبيعي. يعني لو قلت لك 99% من الشباب في الفتره العمريه دي نفس النظام يعني. فموضوع يعني ان شاء الله بسيط، ما تقلقيش، وباذن الله خير وربنا يصلح له حاله. تاني مشكلة معانا بتقول هام جدا محتاجة رأيكم بالإجماع. أنا موظفة بعقد وعملت قرض ب25,000 من ورا جوزي، اديته لأخويا عشان أساعده في جوازه، وطبعا كانوا بيخصموا مرتبي كله، وفضلت مخبية عن جوزي الموضوع ده سنة ونص، وبعدها اكتشف صدفة، وخصوصا إن جوزي ضد القروض وبيقول إن ده ربا ومن أكبر الكبائر، فقاطعني بقاله أسبوع وعايز يطلقني. أعمل إيه وهل معاه حق؟ بص يا ست، اولا اللي انت عملتيه ده غلط وغلط كبير، وجوزك طبعا عنده حق. يا جماعه الموضوع دوت القروض قلنا اكتر من مره، دي من باب الربا، والربا من كبيره من الكبائر. فموضوع الربا دوت وموضوع القروض دوت
بيخش بخراب والله. يعني أنا باكلمكم من تجارب ناس قبل كده وحاجات شُفتها بعيني. القروض بتخش بخراب. وأنا زي ما قُلت في حلقة قبل كده يا جماعة، إن ربنا ذكر في القرآن الكريم إن اللي بيتعامل بالربا، تمام، اللي هي من باب القروض يعني، بيأذن بحرب من الله ورسوله. فأنت تتخيل إن أنت في حرب مع ربنا، فدي يعني حاجة ما حدش يقدر يستحملها. ففي الأول وفي الآخر اللي أنت عملتيه غلط، ما فيش جدال كده. وبالنسبة لجوزِك هو شخص محترم واللي بيقوله صح، تمام، وأنتِ دلوقتي يعني أنتِ غلطتِ، ما فيش جدال في كده. فحاولي تصلّحي الغلط، يعني حاولي تعرفيه إن أنتِ قد إيه ندمانة، وعرّفيه إن أنتِ ما كنتيش يعني ما كنتيش مدركة العواقب الكاملة للموضوع دوّة، وإن أنتِ ندمانة جدًا، وقولي له مش هتكررها تاني ووعديه. وبإذن الله، بإذن الله المَيّة ترجع لمجاريها واحدة، واحدة. بس استحمليه برضه إن هو عنده حق في يعني في الموضوع ده هو عنده حق. وآخر حاجة أقولها لِك، يعني استغفري ربنا وتوبي. وصدقيني الموضوع دوّة الناس ما تستسهلهوش يا جماعة. يا جماعة الحرام حرام برضه، حتى لو شيوخ مين أفتوا فيه. في حاجات في الدين واضحة ما فيهاش شبهات. ما يعني الموضوع مش سهل، موضوع القروض دوّة مش سهل. وأي حد، يعني أنا بانصح أي حد بيفكّر في موضوع القروض دوّة بلاش منّه. القروض ما بتجيش غير بالخراب. القروض والربا يا جماعة ابعدوا عنهم خالص. واستغفري ربنا وتوبي، وربنا غفور رحيم يعني، وبإذن الله خير.